البطاطس بتاعتي الكل بيحكي ويتحكى عنها. قال ايه؟ مقرمشه ومن جوه حلوه كده ودايبه دوب. تعالى اقول لك انا بعملها ازاي، وليه الولاد بيحبوا البطاطس المقرمشه بتاعتي. عشان انا ليا فيها كده شويه تكات محدش يعرفها غيري. بجيب البطاطسايه، اغسلها كويس جدا واقشرها وارجع اغسلها مره تانية. والصوابع بتاعتي ما بحبهاش رفيعه قوي تبقى ناشفه، ولا تخينه تشرب زيت. بقطعها بالشكل اللي قدامك ده، بشكل متوسط، وابتدي احطها في البوله. هقطع كل البطاطس بتاعتنا بنفس الطريقه، الكميه اللي تناسبك وعلى حسب عدد افراد اسرتك. وعايزه اقول لك كمان، ممكن تعملي كميه كبيره جدا من البطاطس بالطريقه دي وتعينيها في التلاجة، تقعد معاكي اكتر من اسبوع في التلاجة. اما في الفريزر بتقعد شهور. غسلتها تاني، حطيت ميه، شويه خل، ملح، وتركايه الكركم. الكركم بيدي لون ذهبي خطير للبطاطس. هسيبها منقوعه كده نص ساعه ساعه زي ما تحبي. سخنت الزيت على النار كويس جدا، وهبتدي انزل بالبطاطس بتاعتنا مباشره من الميه للزيت. مجرد بس ان انا بصفيها بايدي كده بالطريقه العاديه بتاعت امهاتنا كلنا زمان. اهي من الميه للزيت. هحط البطاطس على قد الطاسه، ما تزوديش كتير، واوعي تقلبيها لما تحطيها. هتسيبيها كده لحد ما تمسك نفسها في النار، وبعد كده بالراحه كده تختبريها. لقيتيها كده انت بتحسيها وانت بتقلبي نشفت ومسكت نفسها، قلبي بأريحية. طب ليه يا شيرين ما بنقلبهاش من الاول؟ عشان ما تتهريش وتتكسر. انا عايزه الصباع يطلع صباع، بس كده. بسيبها بقى على النار لحد ما تبقى تلات ارباع سوا، مش اكتر من كده. انا مش عايزاها تقرمش. مجرد ما الاطراف تبتدي تاخد اللون الذهبي، ببتدي ارفعها على طول من على الزيت، واحطها بقى على صينيه كده وافرشها بالشكل اللي انا هوريهولكوا دلوقتي. هصفي كويس جدا من الزيت واطلعها جنبي على صينيه على مصفى. مهم ان انا ما احطش كله والك كله فوق بعضيه، لازم تبقى مفروشه وتبرد كويس. تمام كده، صفي كويس جدا من الزيت وطلعيها على طول على صينيه. هخلص كل الكمية بنفس الطريقة دي. احط في الزيت، ما اقلبش غير لما تمسك نفسها. دي اول دفعة. شايفة انا سايباها على الصينية ازاي تبرد براحتها؟ هحط عليها الدفعة التانية، مفيش اي مشكلة. المهم ما يبقوش مخنوقين في طبق واحد كده، او مخنوقين فوق بعض يقوموا برضه يتهروا. انا عايزة الصباع صباع، دي الكمية كلها. بعد شوية، بعد ما بردت خالص، ولو دخلتيها التلاجة كمان يبقى أحسن بكتير. يعني ممكن تعملي كمية كبيرة وتحطيها في التلاجة، أنا بعمل كده. كل ما اللي في التلاجة بيخلص بعمل غيره. هاخد الشوية على قد ما هناكل وهقليهم، والباقي بعينه في التلاجة. بيجرالوش أي حاجة، ولا بيعفن ولا بيبوظ ولا أي حاجة. بسيبهم بقى لحد ما يقرمشوا خالص وياخدوا اللون الذهبي المحمر الخطير ده. عارفة البطاطس لو بردت مش هتطرى، مهما تبرد مش هتطرى، بس هي حلاوتها وهي سخنة ومقرمشة كده. هطلعها بقى زي ما انتم شايفين. بصي بقى شكلها وهي نازلة كده في الطبق بتخروش. طعمها حلو جدا، مقرمشة جدا. جربوها بالطريقة دي. ويا سلام بقى لو عندك شويه بهارات بطاطس رشيها عليها. انا هكتفي بشويه ملح وفلفل، لاني مش كله عندي بيحب بهارات البطاطس الصراحه. فبريح نفسي وبحط شويه ملح وفلفل بيدوها طعم حلو جدا. لو بتحبي الكمون كمان حطي. خطيره، بس من جوه كمان تحفه بجد. عايزه اقولك الكل بيحب البطاطس بتاعتي، وجربيها على طريقتي ومش هتندمي. خطيره مقرمشه، مهما قعدت معاكي احلى 100 مره من البراندات المشهوره بره. وما تقوليش اي براند، جربي البطاطس دي وهتقولي لي رايك في الكومنت.